هل القرايه مهمه في الانجليزي؟ انت لو واحد بتقرا كتير وقررت ان انت تاخد طريق القرايه ده هيخليك ان انت كويس في الانجليزي في وقت قصير. تابع معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف القرايه قد ايه مهمه في الانجليزي، انها تخلي مستواك يعلى بسرعه جدا. طبعا انت عارف ان انت عندك 4 عناصر في الانجليزي مهمين جدا، وهي الريدنج والرايتنج والليسننج والسبيكنج. في طبعا دراسه اثبتت ان الناس اللي بتقرا عندها كلمات اكتر بكتير جدا من الشخص اللي بيتكلم بس. طبعا ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان انت بتمسك كتاب فبتبدا ان انت تقرا، فبتتعرض لكلمات كتير جدا، وبتتعرض لاكسبريشنز كتير جدا وجرامر وايديومز وكل الكلام دوت. فانت بتلاقي نفسك في حاجات كتير جدا مش عارفها، فبتبدا ان انت تدور عليها وتعرف معناها. فالشخص اللي بيبقى كاتب الكتاب دوت بيبدا ان هو ينقل لك المعلومات اللي عنده بالكلمات اللي عنده بمعرفته للانجليش، ويبدا ينقلها لك في الكتاب. فانت تاخد المعلومات ديت وتبدا ان انت تفهمها او تقراها، فهتلاقي نفسك كلمات مش عارفها، idioms مش عارفها، expressions مش عارفها. هتعمل ايه؟ هتروح تدور عليها، هتسال، فهتعرف معناها. دايما لازم يبقى عندك ليست بتكتب فيها كل حاجه انت بتقابلها، اي كلمه جديده او اي ايديوم جديد او اي حاجه بتكتبها دايما، عشان يبقى ليك ويبقى الليست اللي معاك ديت يبقى دايما ليك اكسس ليها، دايما تعرف توصل لها في اي وقت. ممكن تكتبها على الموبايل، ممكن تخليها مثلا في ورقه معاك دايما، بحيث لو انت دخلت اي conversation او اي محادثه بالانجليزي هتبدا تطلع منها اي موقف تتحط فيه لازم تستخدم فيه كلمه من الكلمات اللي انت كتبتها. طبعا دي طريقه احسن كتير من الحفظ، يعني الناس اللي بتقعد تحفظ انت اكيد هتنسى لو انت ما استخدمتش اللي انت حفظته. فانت خلي دايما عندك اللي انت بتتعلمه، خليه معاك دايما طول الوقت. فالقرايه هي من اكتر المصادر اللي هتديك كلمات ومعلومات كتير جدا في الانجليزي طول ما انت بتقرا وبتستخدمها. طب لو انت مستواك ضعيف جدا لدرجه ان انت ممكن وانت بتقرا تلاقي نفسك مش عارف حاجات كتير قوي، فانت مثلا تزهق، ممكن تعمل ايه؟ بيبقى في كتب وويب سايتس بتديك القرايه على حسب مستواك. يعني لو انت مستواك نص نص تاخد مثلا السكشن بتاع الناس اللي مستوى نص نص، ولما تفهمه كويس جدا يبقى عليه مثلا حبه اسئله، فتاكد ان انت فهمت، فتحل الاسئله تحلها صح، تخش للمستوى اللي بعديه. فطبعا مستواك بيعلى كل ما بتتقدم في السكشنز بتاعت القرايه. عاوز تعرف ايه هي المواقع ديت؟ سيب لي دلوقتي كومنت وهبعتها لك في الكومنت بتاعك على طول. حاول تعمل سبسكرايب دلوقتي حالا، يعني روح كده انزل دوس على سبسكرايب، ده طبعا بيساعدني ان انا اكمل في ان انا اعلمك البريتش انجلش ببلاش من غير ما تبذل اي مجهود قاتل ان انت تتعلمه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتابع معايا في الفيديوهات اللي جايه عشان تتعلم انجلش لوحدك.